أنا زمان دايما كان عندي لخبطة بين مفهوم تقدير الذات والثقة بالنفس. يعني كان الاتنين عندي داخلين في بعض كده. كنت فاهم إن هما الاتنين حاجة واحدة لحد بقى ما درست الكوتشنج ودرست الميتا كوتشنج وعرفت إن ده حاجة وده حاجة تانية خالص. تقدير الذات المقصود بيه دي حاجة يعني احنا يعني خاصة بالذات بتاعتنا أو بنفسنا، أو الحاجة اللي هي إن احنا ممكن نقول مستمدة من ربنا. يعني ربنا عظيم فكل واحد فينا خلقه عظيم، فبالتالي مفيش اي حاجة تستدعي ان انت تقلل تقديرك بنفسك. يعني انت لو ما عندكش مثلا مهارة في حاجة معينة، دي ما تقولش ان انت يبقى تخلي تقديرك بنفسك قليل. ما يبقاش مثلا عندك حد بيمدح فيك او يقلل او يذم فيك فده يأثر على تقديرك بنفسك. ان تقدير النفس ده حاجة ثابتة دايما ما بتتغيرش، وانها المفروض ان انت على طول يبقى تقديرك لنفسك عالي. اما بقى الثقة بالنفس فدي هي اللي مرتبطة ان انت تكون عندك مهارة في حاجة معينة. يعني مثلا واحد بيعرف يكتب كويس، واحد بقى كاتب كويس ومشهور وناس كتير بتقرا كتبه، فثقته بنفسه او ثقته في نفسه في موضوع الكتابة وقتها بقى بتبقى عالية. ممكن مع الوقت هو ما يكتبش، هو ما يهتمش ان هو يمرن نفسه، فبالتالي الثقة بالنفس هتقل. فهي الثقة بالنفس هي اللي متغيرة، لكن تقدير الذات هو اللي ثابت والمفروض يبقى دايما ثابت معاك. دايما المشاكل اللي بتحصل لما احنا بقى نربط او ندخل المفهومين ببعض. يعني مثلا في مثال الكاتب اللي انا قلته ان هو خلاص الكتابات بتاعته بقى الناس مبقتش مقبله عليها، او ان هو مبقاش يكتب الاول زي وقتها بقى يربط ان تقديره بذاته ده يقل بسبب ان المهاره بتاعته بدا يفقدها. فده بيخلي دايما وقتها ساعتها ان تقديره بذاته قليل، وده بقى يعمل مشاكل تانية كتير في الحياه زي ما ممكن نتكلم في الفيديوهات الجايه. لكن الطبيعي ان الثقه بالنفس حاجه وتقدير الذات حاجه تانية خالص.